السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. يلا بينا نعمل الحمام بالخلطة الجميلة بتاعته. بص الشكل يفتح النفس، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجة انا جبت جزرة كبيرة او جزرتين متوسطين وبشرتهم. جبت فلفل الوان، جبت بصلتين كبار وقطعتهم قطع صغيرة، مش عايزة اقطعهم قطع ولا كبيرة ولا ابشرهم بالمبشرة. وجبت كوبايتين من الرز المصري العادي وغسلاه، اوعوا تنقعوه، يتغسل وبس. جبت بقى اي طاسه كده، حطيت فيها الماده الدهنيه عباره عن معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه، وممكن طبعا استبدلهم باي حاجه. غسله القوانص كويس جدا جدا والكبد، نزلت بالقناصه وبس. خدتها تشويحتين كده شويه حلوين، وبعدين نزلت بالكبده بعدها على طول. وبعد ما نزلت بالكبده وشوحتها برضو كده تشويحتين كويسين مع القوانص، نزلت بالتوابل. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ عبارة عن ربع معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من فلفل الأسمر، ربع معلقة من 11 بهار. بس كده بس كده، ما نزودش عشان ما نغيرش الطعم. زي كل حبايبي المتابعيني عارفين ان انا ما بحبش ازود التوابل في الاكل. نزلت بقى بالبصل اللي انا مقطعاه قطع صغيره خالص، وبدات بقى ان انا اقلب كويس جدا. عايزه البصل بتاعي يدبل كده معايا وينزل الكراميل اللي فيه. كلنا عارفين ان البصل بيبقى فيه ماده كده مسكره، انا عايزاها تنزل وعايزه يدبل. بدات بقى ان انا احط التوابل بتاعتي زي ما قلت لكم واقلب كويس جدا. عايزه البصل بتاعي يدبل، مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يدبل. بعد ما يدبل معايا كويس جدا ولقيته كده منزل السوائل بتاعته، هنزل بالفلفل الالوان اللي انا مقطعاه. طبعا لو مش موجود عندنا فلفل الوان مفيش اي مشكله، ممكن ننزل بفلفل اخضر عادي. مقطعاه برضو قطع صغيره خالص، علشان لما التوابل او الخضار بتاعنا ده يستوي ما يبقاش باين قوي، بس يدي بس شكل حلو. بعد ما قلبت والفلفل كده ريحته بدأت تطلع، نزلت بالجزر المبشور زي ما انتوا شايفين. جزرة كبيرة او جزرتين متوسطين، يعني دي ممكن تقللوا في الكمية او تزودوا. الكمية دي بتاع 6 حمامات بالظبط، وما شاء الله الكمية طلعت مظبوطة جدا جدا، والمقدار بتاعي طلع مظبوط. ابدا بقى اقلب كويس واشوح كويس جدا. وبعد ما شوحت والجزر بتاعي دبل، طبعا دي كلها سوائل. انا جبت الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين مغسول، ما فيهوش ميه خالص، ده رز عادي خالص، رز المصري بتاعنا العادي. هبدا بقى انا اشوحه بقى تشويح حلوه جدا. عايزاه كده يتشوح تشويح حلوه جدا جدا، بيفرق كتير في طعمه. هنا جبت معلقه كده من الكاري، من الكركم او الكاري مش هتفرق يعني، الطعم واحد بالنسبة للرز. يعني جبت مكعب من الماجي، لو مش حابين يبقى تستبعدوه، بس انا بفضله يعني بيدي طعم حلو جدا. ابدأ بقى اقلب تاني واشوح بقى الرز مع كل الخضار بتاعي، ده بيدي طعم حلو قوي لما يتشوح كله كده مع بعض. ابدأ اشوحه، طبعا النار عندي هادية خالص. وبعد ما شوحته كويس جدا، كنت انا غاليه بقى شويه شويه من الميه وبدات ان انا احطها. طيب انا عايزه اعرف مقدار الميه ايه. معروف ان الرز المصري بتاعنا كوبايتين بياخد قصاده كوبايتين، يعني كوبايتين رز يعني كوبايتين ميه، 3 يبقى 3 قصادها. طيب انا هنا ما عملتش بالكوبايه ليه؟ عشان انا عارفه المقدار بتاعي، فحطيت مليت كوبايه من الميه وخدت منها معلقتين، رميتهم كده. ليه بقى؟ لان في سوائل، يعني الجزر والبصل والحاجات دي كلها بتنزل السوائل بتاعها. فانا شلت المعلقتين بعد ما مليت الكوبايه، ده يعادل المعلقتين اللي السوائل منزلهم عشان ما يعجنش معايا. وزي ما انتوا شفتوا ما شاء الله مفلفل خالص. انا وطيت عليهم اول ما الميه غليت، وطيت على الرز وسبته شويه. اول ما الميه اللي فيه اتشربت خالص طفيت، وبدات ان انا احشي الحمامه. بحشي الحمامه من فوق مش من تحت. في ناس كتير بتحشي الحمامه من تحت من الفتحه بتاعت بطنها، لا، الحمامه كلها بتتحشي من الزور، وتملي الجناب كده من الزور، وبعدين تحشيها بقى من بطنها من تحت. ده اللي انا عملته، وبدات ان انا اقفل الرجول على بعضها. طيب الحمام كان في حته في رقبته كده مفتوحه، انا اسيبه؟ لا مش هسيبه، لا اما بخليه من السنان بتاعت السنان دي، لا اما بقفله بيها، لا اما بخيطه. وانا من الناس اللي بفضل لما تكون الفتحه في الحمامه كبيره، بفضل ان انا اخيطه. زي ما انتوا شفتوا، بصوا حجم الحمامه ما شاء الله. انا خلصت كل الكميه بتاعتي، والحمامه ما شاء الله محشيه كويس جدا، ومش هتفك ولا كمان زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، ولا هتفرقع معايا ولا اي حاجه، لاني حاشيه الحمام من فوق لانها هتفرق كتير. وممشيه ايدي على الحمامه كده. انا بعد ما احشيها بقوم بايدي كده بسويها، بخليها شكلها حلو، وبخلي حجمها ما شاء الله يكبر، وما تكونش معجنه. يعني بصوا الحمامه واخده راحتها في الحشو، مش مكتومه. هنا بقى بعد ما خلصت الحشو خلاص،
وبدأت بقى ان انا احط المية بتاعتي، وحاطه في المية جزر وفلفل وطماطم وبصلة، وحاطه توابل. وطبعا ما تحطوش توابل كتير عشان زي ما قلت لكم التوابل كتير بتغير طعم الاكل. هنا اول ما المية غليت معايا بدأت ان انا انضف الحمام كويس جدا من الرز بتاعه عشان ما يعجنش، وبدأت ان انا احط في الشوربة. في ناس بتحب تشرب الشوربة بتاعت الحمام وفي ناس لا، فانتوا كده تشربوا الشوربة او ما تشربوهاش، تعملوا بيها اي حاجة، الشوربة بتاعتها تحفة دسمة وجميلة. هنا خلاص انا للأسف الفيديو ما صورش الحته وانا بحطه، يعني ما صورش الحمام وانا بحطه في الفرن. هنا انا كنت بعمل ملوخيه بقى بالطشه، الله عليها، طبعا حمام يعني ملوخيه. انا بقى طلعت خلاص الحمام بعد ما استوى، دهنت وشه بمعلقه من الكاتشب، معلقه من الصلصه، حاجه بسيطه خالص من الفلفل الاسمر، حاجه بسيطه خالص خالص. لو عندك يعني عسل، العسل او عسل جلوكوز او العسل بتاع الحلويات، تاخدي ربع معلقه بس، بيدي شكل حلو جدا، او دبس رمان اللي موجود عندك، حاجه بسيطه. وتدهني الوش وتدخليه الفرن، او تحمريه يعني في الزيت زي ما يعجبك وزي ما تحبي، وبألف هنا وشفا.